الحلم الأمريكي. يوه على الحلم الأمريكي، حق الجميع في الحرية والوصول إلى حياة أفضل بدون أي قيود. هو ده الوعد اللي أمريكا وعدت بيه العالم كله، فتحول الوصول ليها لحلم بجد. جاكسون أمريكا فيها بيزنس وفيها فلوس وفيها شغل. أمريكا فيها فلوس وفيها بيزنس وفيها شغل. فيها جدا. رغم كده ناس كتير مؤمنة إنه كدبة مش أكتر، وإن الحلم الأمريكي انتهى خلاص. تعالوا في جولتنا النهاردة في نيويورك نحاول نتأكد من صحة الكلام ده. وهيساعدنا النهارده جاكسون عايش في نيويورك، ومش بس هيساعدنا، لا هيدينا معلومات كتير جدا جدا. ونجرب هناك أشهر المطاعم. هنخش مطعم بيتزا دلوقتي، ده اللي اتصور فيه سبايدر مان. ونشوف حاجات غريبة جدا. الدور ده دور هايج. وكمان في هناك هدية مستنيانا. الأهم من ده كله إننا هنحكي إزاي توصل للحلم الأمريكي لو لسه أنت مؤمن بيه. ايه الطرق الشرعية الناس تيجي بيها؟ شرعيا فهو أنت عندك مثلا حلول كتيرة جدا. فشوف الفلوج كامل واوعى يفوتكم منه أي حاجة، واستنوا الجزء التاني اللي احتمال يغير رأيكم تماما. قبل ما نبدا الفيديو تسيبونا كالعاده بلايك واشتراك في القناه، وسيبوا كومنتات كود تتفرجوا على الفيديو، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. وهنوريكم كمان الحياه في نيويورك عامله ازاي، واهم الحاجات والجميله في نيويورك اللي لازم لما تيجي تشوفها. يلا بينا. هلبس الجاكيت مفيش هزار. سكل بقى والجو برد شويه بصراحه. معايا ايس كاب بتاعت الرقبه، كله في الامان. جاكسون بيستعد وبيجهز البايك عشان النهارده لفه خطيره. فين؟ في نيويورك يا جماعه. يلا بينا يا صاحبي. جاهزين يا باشا. يلا بينا. بتعرف تلف؟ زي ما وقعنا في التاني. تعالى قدام شوية. لا انا تمام. هنفطر فين؟ هنفطر في لافايت. ده ايه بقى؟ ده أشهر مكان بيكري ممكن تاكل فيه في حياتك. نيويورك سيتي. يلا بينا. ايه الطابور؟ ايه الطابور ده؟ ما تفرقش على كده. طب تعالى نلحق مكان في الطابور. تعالى احنا لو وقفنا شوية. بص الطابور عامل ازاي؟ طب يلا. عايز اقول لك بعد كل الطابور ده ممكن في الاخر ما تخشش تلاقي حاجة، يقول لك خلصت. اصلا يا نهار ابيض. يقول لك سوري وي سولد اوت. بس في قهوه في قهوة خلاص بقى. خلاص وناخد اي حاجه من اللي موجود. ممكن نصور اكل الناس. وقفنا في الطابور بره مثلا بتاع 10 دقايق، ما وقفناش كتير قوي، ربع ساعه مثلا، وجوه في طابور تاني. دي المنيو بتاعتهم اهي، وداخلين بقى خلاص اهو. بصوا اعداد برضو كتير جدا في كل مكان. بصوا يا جماعه دي اشهر حاجه عندهم هنا، دي اللي هنجربها النهارده. متحمس اجربها بصراحه. ديزرت كده بيكري يتاكل الصبح، عليه حته شوكليت من فوق خطيره. بيقول له ما عندكش واحده تحت الترابيزه. نجرب بقى الاثنين اللي موجودين. في واحده بالبيستاشيو خطيره بس خلصانه. نعمل ايه؟ نفتح ونجرب. ندوق ونجرب. حلوه قوي. العجينه بتاعتها رهيبه، معرفش عاملها ازاي. قويه. ها؟ خطيرة. اقسم بالله. جه هنا 3-4 مرات، وكل ما يوصل يقول له خلصت. عايش هنا بقاله 10 سنين واول مره اجربها. اخويا انا اللي جاي. هنجرب التانية كمان بسرعه.
عشان نبقى قفلنا بند الفطار ونتحرك نشوف هنعمل ايه بعد كده. خطيرة. Words from your mouth, holding me tight, saying I'm all yours, but I'm feeling my gut. It doesn't. طبعا مش هينفع نيجي نيويورك من غير ما نيجي اشهر معلم هنا، هو الطور اللي ورايا ده. وليه قصه غريبه هنشرحها بالتفصيل، لان انا لاحظت الناس بتعمل حاجه غريبه جدا هنا. لكن احنا عايزين نتكلم النهارده عن الحلم الامريكي. بص يا صاحبي، وليه الحلم الامريكي بيبدا من وول ستريت؟ انا اقول لك حاجه مهمه قوي. تفتكر الناس دي ليه اصلا بتتصور مع الدور ده؟ ليه؟ تفتكر ليه؟ قول لي. بص يا سيدي، مبدئيا كده الول ستريت ده اما تيجي فكره الحلم الامريكي، فاول حاجه بتيجي في بال اي حد جه امريكا بيجي على وول ستريت على طول، لان ده اللي اتعمل عليه اهم افلام امريكا كان على وول ستريت. تمام. المكان ده حجم الفلوس اللي بتتحول فيه يوميا ممكن تعدي ال 200 مليار دولار. تخيل اكبر بورصه في العالم موجوده هنا، كل الشركات القويه جدا بتتداول هنا. الرقم التداول المرعب بيوصل في بعض الاحيان زي يوم 200 مليار دولار، لك ان تتخيل. ده يوم يوم. ففعلا حجم البيزنس وحجم الفلوس هنا في امريكا عموما، وبالاخص في الشارع اللي احنا واقفين فيه ده مرعب. انا عايز اقول لك ان المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي ده، المكان ده اكبر مكان فيه فلوس موجود في العالم كله. يعني ما تقوليش بقى اي دوله، ده المكان اللي فيه الفلوس في العالم. بس عايز اقول لك ان صعب تلاقي شغل. صعب طبعا. انا عايز اقول لك ان الناس الكبيره في مجالها حلمها انها تيجي هنا. الكبيره في مجالها دي ناس احنا ما نعرفهاش غالبا، يعني ناس يعني حاجه جامده قوي. حاجه جامده يعني. انت عايز بقى توصل لرئيس الجمهوريه، فاهم؟ ده تيجي تشتغل هنا، فاهم؟ فالحلم الامريكي يا جماعه بيبدا من هنا، فتعالوا اتمشوا هنا ويعني البسوا التور زي ما الناس بتعمل كده، يمكن ربنا. نسيت اقول حاجه بسرعه. ايوه. يعني ممكن تبقى ماشي في الشارع، الناس اللي طبعا دي كلهم سياح، بس غالبا الناس اللي ماشيه في الشارع جنب الناس دي اللي هم مش بيبصوا عليها دول، ممكن يبقى واحد ماشي جنبك بيدير مليارات وانت ما تعرفش، مش بيبان عليه. مليارات ودولارات. اوكي. هو انت مش واخد بالك خالص، ماشي عادي كده ويسلم امان، الدنيا خفيفه عادي كده. جاكسون امريكا فيها بيزنس وفيها فلوس وفيها شغل. امريكا فيها فلوس وفيها بيزنس وفيها شغل. فيها جامد. فيها جامد. يلا هنتحرك دلوقتي من هنا، بس هاخد جوله الاول حوالين التور ده، وهنحكي شويه قصته كده، لان التور ده تور هايج. تور هايج. هو اسمه كده والله العظيم. هو اسمه كده تور هايج. تور الهايج. عشان والناس واقفه طابور وراه عشان يلمسوا حته معينه في التور تجيب لهم حظ، لان هنا فلوس بقى. يعني اللي بيلمس الحته دي يقول لك بقى يجي له فلوس جامده جدا جدا جدا. احنا يعني انا شخصيا انا لا اؤمن بده طبعا، لكن في بص الطابور عامل ازاي، ولا اريد ان المس ولا اريد ان المس ولا شيء جنب الحوار ده، بس عايز اوريكم المنظر. زي ما قلت لكم الناس بتيجي من اخر الدنيا، من كل مكان في العالم، يعني مؤمنين بفكره معينه ان هم هيجي لهم حظ وفلوس ورزق كتير. بصوا الطابور عامل ازاي، طابور طويل جدا. الناس بتيجي وتقف ده بالساعه، ممكن يقف ساعه عشان يلمس حاجه معينه في التور. ليه كده؟ يعني هو ليه كده بجد؟ يعني بصوا منظر الناس بتلمس ايه؟ بيلمسوا حاجه معينه في التور، ومتخيلين ان هم يرجعوا بقى بلادهم او يرجعوا المدينه بتاعتهم ويجي لهم حظ ويجي لهم فلوس كتير. حاجه غريبه جدا. احنا بنلف نستكشف ونسمع حاجات غريبه في العالم، مش لازم نؤمن بيها، لكن لازم ننقلها للناس عشان تشوف وتتعلم عن الشعوب الاخرى بيفكروا ازاي، بيتعلموا ايه افكارهم. لازم ننفتح ونتعلم منهم، مش شرط نعمل زيهم، بس نبقى عارفين هم بيعملوا ايه. ودلوقتي هنجرب النيويورك ستايل بيتزا. وصلنا؟ اوه هنخش مطعم بيتزا دلوقتي كلكم شفتوه قبل كده 100%. ده اللي اتصور فيه سبايدر مان، جويس بيتزا. وهنجرب كمان، احنا ما هنسيب ايه. يلا بينا، يلا يا صاحبي. بيتكلم 4 لغات ما شاء الله. في ايه يا عم؟ انت كلك اخويا، انت اخويا قوي.
وصلنا وجبنا احلى بيتزا هنا وهنجرب وندوق. بسم الله. خطيره، شويه تشيز. تستحق التجربه، جامده جدا. دي ب$4 بس. تجربه بقى كنت حابب اعملها بصراحه، وهي ان انا اشتري الماك بوك برو M4 لسه نازل. طلبته اونلاين وجاي استلمه من فرع من الفروع الجميله جدا لابل هنا في نيويورك. تعالوا خد التجربه سوا. طلبته اونلاين، ينفع يجي لك على البيت، بس انا طلبته من مدينه تانية خالص، فقلت لهم خلوه هنا، وحطيت الميعاد وحطيت كل حاجه على الويب سايت ودفعت وكل حاجه، ودلوقتي وقت الاستلام. تعالوا ناخد التجربه سوا. طيب وصلنا ووريناهم الكيو ار كود. مش عايز يفتح معايا، ما اعرفش في مشكله في النت، لكن وريتهم رقم الاوردر، دخلوا عنده على السيستم وبلغهم يطلعوا الاوردر دلوقتي. فاحنا مستنيين هنا في الروم دي لحد ما الاوردر بتاعنا يطلع. طول وبيخلوه هنا لمده 5 ايام، بعد كده لو ما جيتش تستلموا بيعملوا ريفند للاوردر كله. ودلوقتي ميعاد استلام المفاجأة اللي مستنيانا. مش مصدق تجربه بقى. M4 ميموري 16 1 تيرا بايت ستورج بلاك سبيس. تجربه هايله، لان ما دخلنا ما قعدناش 10 دقائق، اقل من 10 دقائق، وخدنا الماك بوك الجديد نجربه بقى. هو عليه ايديتس الفيديوهات اللي جايه، فما فاتوش حاجه. فرع رهيب، كبير، معمول بنظام حلو قوي، تفاعلي جدا. يعني بصوا الناس كلها بتجرب حاجات مختلفه. طبعا زي اي ابل في العالم كله تقدر تلمس البرودكت بتاعتهم، وده يديك اريحيه رهيبه. بصوا هنا الشاشات كلها عامله ازاي، بصوا المكان عامل ازاي. خطير بصراحه. يلا خليكم معانا. Tell me no lies, tell me no lie, 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 lie. Let's talk about your ex. بس ما ينفعش طبعا نيجي من غير ما ننزل التايم سكوير في اوقات مختلفه عشان نتفرج عليه ونتفرج على الاجواء عامله ازاي هنا. طبعا محلات شوبينج كتير جدا جدا جدا، اكل الشارع في كل مكان. بصوا الدنيا عامله ازاي، زحمه بطريقه غير عاديه غير عاديه. تعال ناخد جوله في التايم سكوير. ناخد جوله ماشي. ايه المشكله؟ عايز اقول لكم ان احنا دلوقتي في اشهر ميدان في العالم. الميدان ده يا جماعه بيزوروا 10 مليون سايح سنويا. طيب بما اننا عمالين نتكلم عن الحلم الامريكي والناس تيجي ازاي وهكذا، فعايزين يا جاكسون نوضح ازاي ايه الطرق الشرعيه الناس تيجي بيها ماشي. لو عايزين يجوا. هو مبدئيا كده الطرق الغير شرعيه دي بلاش منها خالص طبعا نهائيا. طبعا يعني محدش طبعا. يفكر ما فيها. بنشجعش حد عليها بالظبط. وخصوصا كمان مع النظام الجديد هنا بقى الدنيا يعني هتبقى اصعب دي بكتير. حقيقه، ولكن لو شرعيا فهو انت عندك مثلا حلول كتيره جدا، زي مثلا لا قدر الله انت تعبان عايز تيجي علاج، يبقى علاج. لو انت بتدرس في دراسه، لو انت عايز تجيبها فقط سياحه تعالى بزنس B2 مثلا، او سياحه فقط B1 او سوري B1 بزنس وB2 سياحه. حلو. كل دي طرق سفر، كل دي طرق سفر J1 M1 F1. يقدم على فيزا عادي وهتجيله. بالظبط. هو محتاج ان هو بس يتقل نفسه عشان هو داخل ياخد الفيزا دي ياخدها يتقبل. بسهوله. بالظبط. حلو. يتقل من ناحيه ايه؟ حساب بنكي؟ لا يعني اي حد سفريات. اي حد سفريات ممكن بس مش هو ده اللي بيسفرك امريكا. ايه اللي يسفرك امريكا؟ هقول لك. اولا امريكا الناس كلها بتخش تفكرها انها بتخش تترفض. حلو. هي للاسف الناس جوه في السفاره مش بس بيشوفوا ورقك، لان انت لو دخلت دلوقتي واحد بيخش هيلاقي ان هو ولا بيبص على بنك اكونت ولا بيبص على اتش ار ليتر. دي حقيقه. فالناس مش فاهمه هم ليه بيترفضوا علشان هيئته مش بتنفع لامريكا حرفيا. حلو. فهو بيخش عليه يبص عليك كده يقول لك ايه ده انت اترفضت. لا هو بيعرف يبص يشوفك من طريقتك، يسالك السؤال يعرف انت بتكذب عليه ولا لا. بمجرد ان هو يقفش انت بتكذب هو حلو. بيديك رفض عنده. سؤال بقى، اللغه بتفرق هنا؟ بتفرق جدا.
يعني بتتكلم انجليزي كويس وانت داخل عليه، واثق من نفسك، بتجاوب صح فعلا. كل ده من الحاجات اللي تخليك تسافر تاخد التاشيره، او تاخد التاشيره. مش بانك اكاونت، مش لا خالص، لان ما بصش على الحاجات دي خالص. هم عارفين ان كل ده بيتعمل اوكي وش كده، كل ده بيتعمل حلو. لكن انت نفسيا لازم تجهز. عشان كده هم عندهم انترفيو. انت عارف ان الناس اللي قاعده دلوقتي في الكاونتر اللي بتعمل لك الكونسول اللي بيعمل لك المقابله بتاعتك بيبقى واخد ايموشن انتليجنت، والله بياخد كورسات، بيفهم انت طبعك ايه، بياخد بادي لانجوج عشان يعرف انت اللي بيقولوا لك ده عملت كده انت كدبت ولا لا. فلازم اللي يخش ده يبقى عامل كانه نفسه داخل الامتحان، امتحان شفوي من الاخر. يا جماعه الراجل اللي عنده قناه على اليوتيوب قويه جدا، بيتكلم في الحاجات دي بس، فخشوا تابعوها، هسيبها لكم في اخر الفيديو ان شاء الله حبيبي عشان والله. التفاصيل. يعني حبيبي احنا مش هينفع نقف أخويا. دقيقتين نقول والله الكلام ده. فبجد الراجل ده بقى له 10 سنين هنا، لا احنا عنده تجارب كتير جدا، عنده فوق ال 700 فيديو عن امريكا والفيز ودخل ازاي والناس تدخل ازاي وهكذا، وبتتغير طبعا من وقت للتاني لان طبعا كل شويه رئيس كل جديد شوية يجي، قوانين بيجوا. قوانين جديده بتيجي وهكذا. فاللي عايز تفاصيل اكتر عشان بس ما يقولش ان احنا ما قلناش تفاصيل في الفيديو، لا احنا بندي معلومات تفتح للناس افكار تانية يقدروا يدوروا بعد كده عليها. تابعوه على القناه بتاعته على اليوتيوب، ده معلومات رهيبه. قول يا شريف. نكمل جولتنا بقى في تايم سكوير. يلا بينا. يلا حلو الامريكي. حلو الامريكي مجنن ناس كتير، وبجد فعلا امريكا فيها فرص، فيها فرص. هو حلم فعلا، لان في يعني ناس انت قلت لي معلومه من يومين ان لو حد اشتغل في مطعم يقدر يعمل 700 800 دولار في الاسبوع. طبعا انت لسه قايل المعلومه دي اقل امبارح. حاجه، ده اقل حاجه، عادي جدا، ممكن يعمل اكتر واكتر بكتير. الناس اصلا بتشتغل في الحاجات دي ومره واحده بتقرر انها تمشي، بتسيب الشغل. ليه؟ لان هي بتبقى عارفه ان في فرص تانية احسن وفي فلوس احسن. في فرص بصراحه، وفي ايه الزحمه دي؟ هي ايه الناس دي واقفه بتعمل ايه هنا؟ ميدان طبعا من اجمل الميادين، ولازم سنوبي اهو. واو، امريكا برضه. ويلكم تو تايم سكوير. بعد ما خلصنا جولتنا هنا في تايم سكوير هنطلع نوريكم نيويورك من فوق. المهم احنا رحنا غيرنا هدومنا عشان اليوم كان طويل قوي 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 قوي. رحنا ريحنا ساعه كده غيرنا هدومنا ونتحرك دلوقتي على مكان واقف الجمال والروعه. نطلع نبص على الدنيا من فوق. امباير ستيت من احلى الاماكن اللي تشوفوا منها نيويورك من فوق. انا لسه ما شفتش بس رايح اتفرج. 360 ديجري. حلو. وانا شايف رايي الشخصي المحدود ان بالليل احلى من بالنهار. توافقني ولا لا؟ اوافقك، بس الاثنين حلوين. الاثنين حلوين. يلا بينا. وصلنا المكان، هو البرج ده توب اوف ذا روك. في كذا مكان تقدروا تشوفوا منه نيويورك من فوق كروف توب يعني، او اوبزرفيشن ديك. منهم ده، وفي حاجه تانية اسمها امباير بيلدينج برضو من الحاجات المشهوره جدا. بس احنا اخترنا ده نطلع نتفرج عليه نشوف ايه الاجواء هناك. نطلع بسرعه اقول لكم ارتفاعوا قد ايه ونتفرج على الفيو كمان من فوق. مهم جدا نشوف الفيو من فوق لانه بصراحه ناطحات السحاب بالليل شكلها حكايه. انا رايي ان بالليل احلى، بالنهار ما طلعتش بس مش حاسسها قوي. طبعا احنا في قلب منهاتن، وده اللي احنا طالعين التاور بتاعه، ناطحه من ناطحات السحاب، توب اوف ذا روك. يلا بينا. طلعنا الدور 67. 66 عايزين نطلع فوق.
هو ده اللي بيصور. لا يا جدعان، ده كل ده في فول دور فوق. عايز اقول لكم المكان اللي احنا فيه ده في اشهر صوره اتاخدت للعمال وهم بيبنوا المبنى ده، والصوره دي مشهوره جدا مش بس في نيويورك، مشهوره في العالم كله. ازاي العمال قدروا ياخدوا صوره على حديده طايره في الهواء على ارتفاع مهول، يعني تقريبا كان 70 دور ساعتها. الصوره مشهوره جدا، وعندهم عاملين بقى سيميوليتور هنا لذيذ جدا ان انت تركب على عمود زي اللي هم اتصوروا عليه وتطلع تصور عليه بنفس الطريقه. تعال بص. المهم احنا جينا من الناحيه دي، قالوا لا انت لازم تلفوا من الناحيه الثانيه عشان الدخول من الناحيه الثانيه ده الخروج. عايز بس اوريكم منظر الناس وهي بتقعد على عمود نفس العمود اللي كانوا بيتصوروا عليه زمان ويطلع بيهم كده. لعبه بسيطه لذيذه سهله لذيذه. اوه بصوا الاجواء بقى، بنشوف هنا منهاتن من كل الاتجاهات. ميزة المبنى انه في نص منهاتن، تمام، وبيبص يعني تقدر تشوف من نيويورك كمان كلها في الاربع اتجاهات. ده بس مش احسن حاجة، الدنيا ضلمة شوية، لكن الفيو حكاية 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 بتاع المباني كلها. واو، لسه في دور تاني فوق ممكن نطلعه كمان. ده الجنب ده، تعالوا نبص عليه. ما عدتش. عدي من هنا، يلا. العمود اللي بحكي لكم عنه. طلعنا اخر دور. تعالوا اوريكم الفيو من ناحيتين عامل ازاي. تعالوا من هنا الاول. بصوا من الناحيه دي، في اللي في النص ده الامباير بيلدينج، وده الفيو. كل دي ناطحات سحاب غايه في الجمال والروعه. تعالوا اوريكم الناحيه التانيه كمان عامله ازاي. الناحيه دي اجواء ولا في الخيال. وده الدور الاول اللي طلعناه الاول. جامد بصراحه. يلا، تجربه لذيذه. لازم في نيويورك او منهاتن تطلعوا حاجه من الحاجات دي. الامباير برضو فيها، بس بتقفل بدري شويه، بتقفل تقريبا 8 حاجه كده او 8 ونص، واللي احنا فيه ده بيقفل 11 تقريبا، ده بيسهر شويه. ممكن تاخدوا الجزء بتاع السانسيت برضو لذيذ جدا، تطلعوا ممكن تاخدوا السانسيت وتفضلوا قاعدين فوق لغايه لما الدنيا تليل، فيبقى خدتوا النهار وخدتوا بالليل. دي برضو تجربه هتبقى لذيذه، بس في وقت السانسيت بيبقى دايما اغلى شويه عن الاوقات العاديه. انا رايي الشخصي بالليل منهاتن شكلها خرافيه سواء من تحت او من فوق، لكن في ناس بتفضلها بالنهار. خلصنا هنا، يلا ننزل. لسه نازلين من فوق، والفيو كان غاية في الجمال والروعة. وللأسف بكده يخلص فيديو النهاردة، الفيديو اللي اتكلم عن الأماكن الجميلة والمهمة في نيويورك سيتي. لكن في جانب تاني من نيويورك سيتي لسه ما اتكلمناش عنه. ما تفوتوش أي حاجة الفترة اللي جاية، ما تنسوش تفعلوا الجرس. عايز أقول لكم حاجة كمان، إحنا واقفين في مكان شهير جدا جدا جدا، اللي عارفه وعارف المكان ده إيه، ويمكن شفتوه في أول الفيديو. المكان ده اتصور منه فيلم من اشهر الافلام والاقربها لقلبنا كلنا،
هوم الون، تصور من الحته اللي انا واقف فيها بالظبط مشهد من المشاهد دي. يلا خلص يومنا النهارده، سلام. انتظروا فيديو الجزء الثاني من ده.